بسم الله الرحمن الرحيم. وبه دائما نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انت مين؟ عرفت انت مين؟ انت الطيب اللي قالوا عليك ساذج من كتر طيبة قلبك وأموريتك. انت الكريم وكرهوا الكلمة ديت ومكروا بيك وقالوا عليك بخيل واستغلوك. انت المرح ابو دم خفيف اللي زي العصفور بتطير في كل مكان، وانت زي الفراشة منورة كل بستان، وقالوا عليكم خفاف، ما انتش تقال ورزان كده وهاديين. انتوا اللي فعلا بالفطرة وبالطبيعة هاديين، وعمركم ما كنتم مكرين، وقالوا عليكم ان انتوا غدارين. انت الفطري، انت الانسان اللي بتتعامل على طبيعتك واللي في قلبك على لسانك، ابيض ابيض اسمر اسمر، ولسه ما وصلتش المرحله الرماديه، وده المطلوب في الحلقات اللي جايه. انت اللي بتتعامل بفطرتك ونقضوك وقللوا منك واستهزأوا بيك وزعلوك. انت الحنين، انت اللي اتهموك انك قاسي وقلبك جامد وما بتعبرش حد وانقلبت عليهم. وايه ده؟ وشافوا عليك وش ما كانوش يعرفوك قبل كده. اظهر وبان عليك الامان. كنت عامل علينا انك طيب وكريم ومرح وفطري، وانت طلعت لئيم وقلبك جامد، وانت اللي قلبك مفيش ارق ولا احن منه. انت المميز، انت المختلف، انت اللي كل ثانية قبل كل دقيقة في وضع وفي مبدأ وفي جمال مختلف وفي رشاقة مختلفة وفي إبداع مختلف. انت كوكتيل، انت كوكتيل الفواكه. انت اللي محدش زيك، انت اللي عملوا فيك كده عشان انت مميز. انت المميز، ونقدر نقول عليك انك فيك 1000 ميزة وميزة، فيك مليون حاجة وحاجة تقدر تعملهم في وقت واحد. انت اللي حطوا العين عليك ورصدوك وجابوا لك النقمة وحسدوك. ايوه عرفتك. انت القوي، انت اللي بتعرف تحل المشاكل في ابسط مما يمكن. انت اللي بتحس بالحاجة قبل ما تحصل وتتكلم فيها على فطرتك وتقول وتنبه ويتزعل منك. وريني نفسك، تعال. قالوا عليك ضعيف، مش مشكلة، ما يقولوا. انت اللي كلمتك واحدة وزي السيف حط على الرقبة تطيرها. انت اللي فيك كل حاجة، انت اللي غاروا منك وبالكلام عليك ظلموك، وفي ظهرك بالغيبة والنميمة وجعوك. نقول كمان ولا لسه؟ بقالنا 3 دقايق بنمدح فيك. عرفت نفسك ولا لسه؟ عرفت مميزاتك ولا لسه؟ يا ترى لما يكون فيك المميزات دي كلها تزعل وتغضب وتقول عايز احبهم برضه؟ هو بطبيعة الحال مش هتكرهها، لان انت مميز. انت مخلوق كده، مخلوق ربنا مميزك، مخلوق على فطرتك. في اجمل ان الانسان يكون على الفطرة، مش منافق مش كذاب، بيقول الصراحة، بيبقى واضح بشكل الشمس، بينور بالنهار ويضيء ويدي دفء وحرارة ومشاعر وحب وامتنان وشكر. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انت اللي بالليل زي القمر، انت اللي بتلمع، انت اللي لبسك متجدد، انت اللي لو لبست شكارة بتاعت رز ولا دقيق بتبقى زي القمر. ايوه هو انت. طيب، ألا تعد نعمة الله؟ هي نعمة ربنا بتتعد؟ ألا نعم الله عديدة لا تعد ولا تحصى. الإنسان في حد ذاته نعمة، عينه نعمة وقلبه نعمة وإيده نعمة ورجله نعمة، كله نعم. تأمل في نفسك واعرف نفسك واعرف ذاتك. لما قالوا عليك كده اوعى تزعل، أنا عارفة إنه مؤلم قوي، بس الألم ده كان لابد منه عشان تعرف نفسك الحقيقية اللي انت فيه، وصفاتك دي الحقيقة، دي اللي قلبتهم عليك، دي اللي خلتهم غاروا منك، لأنهم ضعاف وغلابة مش قادرين يوصلوا لميزة واحدة من اللي انت فيهم، واحدة بس أو نص واحدة، وانت عمال تتنطط زي فرقع لوز، زعلني وليه أنا طيب وأبرر لهم وأثبت لهم وأحسن من سلوكياتي. انسى، خلاص 2025 مش كده خالص. السنة الجديدة جاية بكل فرحة وسعادة. اعرف نفسك يا باشا،
اعرف نفسك ان انت ربنا خلقك على وش الكرة الارضية كده عشان تبقى حاجة جميلة، حاجة منورة، حاجة فيها دفء وروح طيبة، ما تعرفش الخبث والخيانة. يعني انت اللي تمنيت في يوم من ضمن الايام تقول لي ان انا كرهت نفسي ويا ريتني كنت خبيث ويا ريتني كنت لئيم، لان الناس دي اللي عايشة؟ تهيألك الناس دي مش عايشة، الناس دي متعايشة، منافقة، تحب تنافق، تحب تزيف الحقايق عشان ما تقدرش تقول كلمة حق، تعرف تصفق للباطل. احمد ربنا على اللي ربنا اتاهولك، لان هنتكلم كتير في الموضوع دي قوي. يعني دي اسس الحياة، من اهم حاجة في بناء ذاتك انك تعرف نفسك، ومحدش هيعرف نفسه الا من خلال مراية طول الاخر. اخر ده مرايتك، اللي عملوه فيك ده كلته لما تقعد وتكتبه وتاخد بالك منه هتقولي اخ ياه، بقى انا كنت كده مش واخد بالي، يا نهار ابيض، بقى انا كل ده فيا. طب ليه ما قالوليش؟ هم قالوا لك بس بوش تاني. بمعنى اخر، انت كان نفسك يقولك كل الصفات دي مباشر عشان تنبسط كده، ربنا مش عاوزك كده، ربنا عاوزك تكتشف نفسك بنفسك وذاتك من ذاتك. الامتحان الصعب ما بيدخلوش الا الناس المتميزة المتفوقين، يدخلوش ناس ضعاف ولا ناس مستواهم قليل. ها يا ترى، انا طبعا مش حابة، انا حابة اتكلم كتير بس مش حابة اطول في الفيديو. يا ترى عرفت انت مين؟ فلما يعملوا فيك كده قول لهم ايوه، ما تبررش لحد تاني صفاتك ولا تتكلم مع حد وتعرفوا انت مين، يكفي ذاتك. قول لهم انا